اللي نجح في تالتة ثانوي ده خلاص، ويعني نجح وجاب مجموع بقى كبير وحلو الكلام. ده خلاص واحد يا جدعان عدى ليفل الوحش. خلاص ده راجل هيبقى من الأثرياء والمؤثرين في المجتمع. ده راجل خلاص عدى بقى الفقر وعدى كل الحاجات دي. ده راجل خلاص بقى هيبقى بيزنس مان قوي، أو راجل هيبقى قوي جدا ومؤثر في المجال اللي هو هيدخل فيه. ده راجل خلاص بقى يعني. بص، كل حاجة اتفتحت في وشه وكل أبواب الرزق اتفتحت في وشه، والدنيا ماشية معاه زي السكينة في الحلاوة. وفي الناحية التانية بقى الشاب أو البنت اللي جابوا مجموع قليل، دول بقوا عالة على المجتمع وعالة على أنفسهم. وخلاص بقى دول هيبقوا من الفقراء، وهيبقوا من العمال اللي هم مش لاقيين ياكلوا، أو مرتباتهم ضعيفة. وخلاص بقى يعني مش هيبقى متأمن على مستقبلهم، كل الحاجات دي. ف بص، خد الكلام ده كله ارميه في أقرب زبالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلونا نبدأ كده أول حلقتنا بقصة 10 صحاب كانوا في الثانوية العامة. كان هدفهم إن هم يدخلوا كلية طب. كانوا بيذاكروا مع بعض، بيروحوا دروس مع بعض، قاعدين 24 ساعة حرفيا مع بعض، لحد ما جم في تالتة ثانوي. وتسعة منهم نجحوا وجابوا درجات عالية، دخلوا بيها كلية طب. واحد بقى من العشرة دول ده جاب مجموع وحش جدا، دخله كلية تجارة. فصحابه التسعة اللي بقوا في طب بقوا بيقولوا مع نفسهم كده: صاحبنا العاشر فشل ودخل كلية تجارة، ما بقاش زينا في طب ومش هيبقى دكتور. المهم، صاحبهم اللي دخل كلية تجارة درس تجارة، بعد ما اتخرج اشتغل في التجارة، بدأ ان هو يجيله فلوس. فكر يستثمرها في ايه؟ يستثمرها في المجال الطبي. فتح بيها مستشفى كبيرة جدا، ودخل يعني وصل لحلمه بطريقة غير مباشرة. يعني لف لفة كده ووصل في الآخر لحلمه. دلوقتي التسعة أصحابه اللي هم اتخرجوا من طب وبقوا دكاترة بقوا شغالين في المستشفى بتاعته هو. فأنت متخيل معايا كده اللفة اللي حصلت دي؟ فهي فعلا تتلخص في كلمتين: ما منعك إلا ليعطيك، من الآخر. ومثال على كده برضو، مثال حي، في باشمهندس اسمه الباشمهندس أسامة الزيرو. ده مهندس برمجة وصاحب أكبر قناة لتعليم البرمجة على المستوى الوطني العربي. الظريف هنا بقى ان الباشمهندس ده ما كانش خريج كلية حاسبات خالص، كان خريج كلية خدمة اجتماعية. انت متخيل برضو؟ يعني اللي اتخرج من كلية حاسبات ما عملش قناة او ما اتشهرش، او ما بقاش توب في المجال زي ما هو ما عمل. مع انه اتعلم اونلاين، ما دخلش كلية، داس على نفسه لحد ما في الاخر وصل للحلم اللي هو كان عايزه، وبقى عنده اكبر قناة لتعليم البرمجة على مستوى الوطن العربي. فهنا موضوع الثانويه ما بيفرقش. يعني الثانويه العامه دي مش هي اللي هتحدد حياتك بقى في المستقبل، مش هي اللي هتقول انت هتفشل طول عمرك او هتنجح طول عمرك. لا ابدا، كل حاجه بتقف عليك انت بس، مش على الثانويه العامه. فايا كانت درجتك، كانت نتيجتك، ايا كانت الكليه اللي انت دخلت فيها، دوس على نفسك واشتغل على نفسك وتطوير نفسك، وهتوصل للي انت عايزه باذن الله. سلام.